بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني سيد الرئيس، إخواني المستشارين المحترمين، أخواتي المستشارات المحترمات، الحضور الكرام، بطبيعة الحال ملي تنجيو باش نناقشوا بحال هاد القضايا خصنا نكونوا متفقين ومنسجمين بحال اللي قلنا وبحال اللي بعض الإخوان مشاو معنا في نفس المنطق، أن هذه قضايا ترقى إلى مستوى قضايا وطنية، وما دامت كذلك فلا يليق بطبيعة الحال أن تقع فيها مزايدات سياسية. ولكن كنتأسفوا ملي كنشوفوا اللي تيوافقنا على هذا المنطق وتنقول سبحان الله كأن الرشد سوف يرجع إلى بعض التصرفات السياسية التي كنا نفتقدها فيها. كنشوفوا نفس المنطق عاوتاني كيرجع. وسمحوا لي الإخوان باش نقول لكم بأن بعض الإخوان اللي دخلوا في الأول ومشاو يثيروا إشكاليات مرتبطة بأمور دقيقة أنا بعدا والله ما عارفها. ما عارفش بلي ولد السي الشوباني تختار رئيس ديال الطلبة، حتى عرفتوا ما عرفتش شكون هاد الجهة السياسية اللي عندها هذه المتابعة الدقيقة اللي غادي تعرف الولد ديال السي الشوباني تختار رئيس ديال الطلبة في افريقيا. وهذا طبيعي، ولد الوز عوام هذه معروفة. ولكن أنا ما عندي مانع ولكن غير يعطيوك الناس الأخبار بطريقة دقيقة. إذا ثبت هذاك الشيء ما عندكش الحق تهضر بالثاني، كنت كتكلم سكت تكملتي. إذا ثبت أن السي الشوباني كان حاضر هذاك النهار هو كيقدم استقالته من الحكومة الآن وكيتحداك أنت إذا ثبت أنه ما كانش حاضر تقدم استقالتك، باش هذه المرة ملي تجي تتكلم تقول الأجهزة ديالك اللي كتعطيك المعلومات تكون دقيقة. غنزيد ونقول لك السي الشماس عيب وعار هذه الأجهزة اللي كتتكلم معاك تعطيك الأمور مقلوبة. لأن أنا ملي مشيت لإسبانيا كان الزيارة ديالي حزبية ومؤدات من الحزب وتحولات سياسية بفعل أمور أخرى، ولهذا الذهاب كان على حساب الدولة فعلا، لأن التحولات السياسية من الرجوع كان على حسابي والإقامة هناك كانت على حسابي. والسبب علاش بعض الإخوان ما دخلوش اللقاء هو أن القانون الإسباني تيمنع الناس يوقفوا في القاعة ديال المحاضرات، والناس اللي نظموا المحاضرة قال لك يلا نقدروا ندخلوا الاستعمال إلى القدر ديال سميتو. أنا رفضت باش ندير المحاضرات يدخل كل شيء، ولكن ما كانش من الممكن فعلا بعض الإخوان يعني. وأنا نقول لك هذه الزيارة نسيتها وذكرتيني بها الله يجزيك بخير. ما عرفتش كيفاش تركتي عقلت عليه. ولهذا حنا ملي كنشوفوا هذا الشيء كنشكوا في الكلام اللي كيظهر الجديه. وملي كنتكلموا سمحوا لي الاخوان نفس الشيء ملي كنتكلموا على القضيه ديال هولندا ماشي مجال ديال المزايده. هذه قضيه حقيقيه كتهم 900 ارمله و4300 طفل نقصت لهم هولندا في مخالفه للاتفاقيات اللي بيناتنا 40% من التعويضات اللي كانت كتعطيهم. ولكن الحكومة الهولندية ما طلبتش منا باش نتلاقاو معاها في 2012 ماشي في 2012.